إخفاء الأشياء المسروقة جريمة يعاقب عليها القانون. هل تعلم أن القانون المصري لا يعاقب السارق فقط؟ القانون المصري يعاقب أيضًا من يقوم بإخفاء الأشياء المسروقة، وطبقًا للمادة رقم 44 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937. كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلًا من جناية أو جُنحة مع علمه بذلك سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الشغل، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حُكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. تعالَ ألخص لك هذه المادة في جملة بسيطة. لازم تعرف إن القانون المصري مش بيعاقب فقط السارق، القانون المصري بيشوف الشخص اللي ساعد السارق على إخفاء الأشياء المسروقة. يعني عايزين يشوفوا الشخص بيساعد السارق على إن هو يخبّي الأشياء اللي السارق سرقها، وسوف يتم معاقبة هذا الشخص بس في حالة واحدة فقط، إذا كان هذا الشخص يعلم مصدر هذه الأشياء. فيجب عليك أن تعلم أنك إذا كان لديك علمًا أن هذه الأشياء مسروقة وأنت قمت بإخفائها، فسوف تضع نفسك تحت طائلة القانون. فانتبه جيدًا وإلا ستدمر حياتك تمامًا. أخيرًا كان معكم مروان في معلومات قانونية.